يا مساء الجمال على احلى متابعين. النهارده هنعمل احلى ورقه لحمه في البيت بتكات المطاعم الكبيره وباسهل طريقه. السر كله في التتبيله، هتخلي الكل يسالك عملتيها ازاي. أكلة تشرفك في العزومات وفي نفس الوقت ما تاخدش منك مجهود ولا مواعين كتير. مفيش غير ورقة اللحمة الأصلية، هقولك على سر التسوية الصح اللي تخلي اللحمة ما تشدش معاكي أبدا، وتخلي الخضار معاكي دايب زي الزبدة. احنا كان عندنا في البيت حد ما بيحبش اللحمة، فأنا شوحت كام قطعة بانيه كده حطيتها لها على وش ورقة اللحمة، وكان طعمها حلو جدا وبرده كانت دايبة دوب. ده للي ما بيحبش حل، يعني اللي ما بيحبش اللحوم أنا حاطة جواه لحمة، بس ديت للي ما بيحبش اللحوم. وعملنا كمان العاشوره. كل سنه وانتم طيبين، مفيش احلى من لمه العيله مع طبق العاشوره، بيتي معموله بحب. تعالي اقول لك ازاي تطلعيها مظبوطه، الحبه مستويه وفي نفس الوقت متماسكه، وبطعم هيخلي الصغير قبل الكبير يطلبها منك كل يوم. العاشورة مش مجرد قمح ولبن، هي قوام كريمي وطعم غني يرجعنا لأيام زمان. النهاردة هنعمل عاشورة كريمية جدا وبدون تعقيد، وأقول لك على المكون السحري اللي هيخليها زي المحلات وأحلى كمان. كانت كريمية، شايفين عاملة زي الجيلي لما تحركيها كده زي الجيلي بالظبط، تعرفي ان قوامها كريمي. دي كانت تاني يوم بايته في التلاجة، وشايفين وشها مكشكش ازاي، ما نشفتش ما باظتش. شوفي لما هزها عامله ازاي، كانت تحفه. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجه تابعي معايا الفيديو للاخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. هنبدا الاول بورقه اللحمه. جبت حله على النار، حطيت معلقه سمنه كده حلوه كبيره، ويا ريت تكون سمنه بلدي كده عشان ترجعنا لايام طعم زمان واكل زمان. نزلت باللحمه، انا هعمل ورقه اللحمه المره دي بلحمه قطع وبلحمه بعض. هي ينفع تتعمل بلحمه قطع؟ ينفع، ما فيش مشكله. هي اصلها اللي هي عرق الفليتو، تقطعيه رقيق خالص وتعمليه بيها. لو مش متاح على فكره بتبقى حلوه جدا جدا برضو باللحمه القطع. ودي كانت لحمه بعظم عندي ولحمه بقطع عندي في الفريزر، طلعتها وعملت بيها لان الولاد طلبوها مني النهارده وكان يوم الجمعه، فعملتها بصراحه وقلت يلا خلينا ناكلها، بتبقى طعمها حلو جدا وفي مريحه ومنجزه في حله واحده. بس بقى هفضل اقلب في اللحمه واشوح فيها لحد ما كلها تبقى لونها بني كده وتتكرمل معايا شويه. انا في الوقت ده بغلي ميه على في الكتل، او حطي ميه تغلي على البوتاجاز، لان هم لازم نطشها في ميه سخنه بتغلي. نزلت بمكعب مرقه دجاج، واللي مش بيحبها يستبعدها، رشه فلفل اسود، وهحط كمان شويه حبهان وورق لورا بودره، شويه كده صغيرين، انا بحب اضربهم مع بعض واحطهم على اللحوم. بتبقى حلوه جدا وبتدي طعم حلو جدا. يبقى كل اللي عملته معلقه سمنه، حطيت اللحمه شوحتها خليتها تتكرمل شويه معايا كده، حطيت مكعب مرقه دجاج، فلفل اسود وحبهان ورق لورا بودره، هديها تقلبتين وهنزل عليها بميه سخنه بتغلي. بس كده، انزلي بقى عليها، ما تكتريش الميه عشان احنا عايزينها تفضل محتفظه بالجليس بتاعها كده وتفضل لونها بني. انا بس كمني دي لحمه قطع هتغيب معايا شويه في السوا، فانا هقفل عليها الحله البريستو او الحله الضغط، هسيبها تقريبا 10 دقايق ربع ساعه، علشان لما احطها في ورقه اللحمه تبقى مستويه ودايبه معايا، لان اللحمه دي لحمه قطع مش لحمه مش عرق فليتو. تمام. هبس كده هغطي بقى وهقفل على الحله البريستو وهسيبها تقريبا ربع ساعه، وهفتح عليها هتكون تقريبا دخلت خالص في السوا. لو ما عندكيش حله ضغط سيبيها تقريبا ساعه الا ربع على النار تستوي، وما تكتريش برضو الميه، خلي الميه حاجه بسيطه كده وسيبيها تستوي على النار لحد ما تخش معاكي في السوا. كانت الحله مدوخاني، هي اتقفلت، هسيبها بالظبط، هحسب لها بالظبط ربع ساعه، وبعدين هفتح عليها واكمل بقيه الحاجه. عقبال بقى الربع ساعه ما تعدي هقطع الخضار. اي نوع خضار بتحط في ورقه اللحمه، انا حطيت بطاطس، حطيت جزر، حطيت فلفل وبصل. ممكن انت تحطي ايه تاني، ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي فاصوليا خضراء، ممكن تحطي بروكلي، ممكن تحطي بسله. اي نوع خضار عندك حابه تحطيه حطيه. انا كل اللي حطيته جزر وبطاطس وفلفل وطماطم وبس كده، حلوه قوي كده. تمام. انا قطعت الجزر، وحاولي تقطعي الخضار حتت كبيره كده، البطاطس حتت كبيره، البصل الفلفل كله حتت كبيره كده، علشان ما تتهريش منك لما ندخلها الفرن. هقطع كل الخضار، معلش اعذروني بردانه شويه فصوتي هتلاقيهم بس ايه مخنف شويه، فمعلش اعذروني عندي برد. بس وهنقطع البصل برضو جوليان كده
بس كبير مش صغير، يعني ما تقطعهوش رقيق قوي، علشان يفضل كده طعمه في الطاجن، ويفضل محتفظ بقوامه ما يسحش قوي. بس هقطع بقى كمية بصل حلوة. انا حاطة تقريبا 4 بصلات كبار، حاطة طماطمتين اتنين مقطعاهم كده قطع صغيرة، حاطة تقريبا 5 بطاطسات علشان انا العيلة بتاعتي كبيرة، حاطة تقريبا 4 جزرات. انتي بقى شوفي على حسب العيلة بتاعتك. قرنين شطة حامين، ودولت بقى اللي بيخلوا الطاجن سبايسي كده، او ورقة اللحمة سبايسي وطعمها في حتة تانية خالص. ما بتحبهاش خلاص استبعديها، حطي حتة صغيرة كده برضو، خليه محبشيه كده وخليه حلو عشان تاخديه زي بتاع المطاعم بالظبط. كل اللي حطيته ادي 4 بصلات كبار متقطعين جوليان. حطيت البطاطس الكميه اللي تناسبك، الجزر الكميه اللي تناسبك، ده الفلفل او الشطه اللي حبيتي تحطيها حبيتي، ما حبيتيش براحتك. قطعت طماطمتين قطع صغيره، وبشرت 3 طماطمات، دول 3 طماطمات مبشورين. خلاص ده كل الخضار بتاعي. هنبتدي بقى ناخد الكلام ده كله، وعلى طاسه كبيره كده حاميه نزلت بمعلقه سمنه بلدي، وهنزل بقى بالبصل. كل الكلام ده هديله تشويحه صغيره كده بسيطه، علشان اخلي البصل كده يتشرب من السمنه وياخد ويدي كده في السوا، ويبتدي ينزل ميته. هبتدي بقى اشوح البصل، كان ماسك في بعضه فكنت بفككه من بعضه. كان خلاص عدى الربع ساعه، وكنت فتحت على اللحمه، وكانت اللحمه يعني خلاص تقريبا دخلت في السوا. بس هقلب البصل تقلبتين 3 بس كده، وهنزل ببقيه الخضار. نزلت بالجزر والبطاطس والفلفل، وهحط كمان الفلفل الحراق. انا كل ده لسه ما تبلتش باي حاجه. هنزل بقى بقرن الشطه الحراق كده، دول قرنين شطه سبايسي، طعمها بيخليه خطير وبتوصل في حته تانية خالص. هقلب الكلام ده كله على نار عاليه وخليه يتشوح معاكي تشويحتين كده، وهبتدي اتبل. احنا بنشوح الخضار ده بنديله طعم، وفي نفس الوقت بنخليه، يعني التشويحه دي بتخليه يبتدي ينزل ميته ومتماسك كده مع نفسه. نزلت بمكعب مرق الدجاج، ومش عايزاه استبعديه 7 بهارات. حطيت معلقتين كبار كده من ال7 بهارات: جنزبيل، فلفل اسود، بمكعب مرق الدجاج معلقه صغيره من ال7 بهارات، فلفل اسود، جنزبيل. حطي شويه فلفل اسود كده حلوين، انا حاطه كميه حلوه عشان الخضار بتاعي كبير. برشه جوز الطيب، ودي اختياري، في ناس ما بتحبهاش انا عارفه، ما تحطيهاش. وابشري عليها برشه صغيره من جوز الطيب، بتدي طعم حلو جدا في ورقه اللحم. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعضه. هنزل بقى بالطماطم وبشرة طماطم، دي طماطمتين مقطعاهم و3 طماطمات بشراهم. هنزل كمان بتقريبا معلقة من الصلصة علشان اظبط اللون وتبقى لونها محمر كده وحلوة. معلقة من الصلصة الجاهزة اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت. نزلت بمعلقة واحدة بس مش اكتر. بس كده هقلب بقى. حطي الملح طبعا، ظبطي الملح بتاعك، وقلبي تشويحتين كمان في الوقت بقى ده. خلاص كل حاجه كده تقريبا جاهزه معايا، الخضار جاهز واللحمه جاهزه. طيب انت اللحمه بتاعتك عندك عرق فليت ومقطعاه قطع رقيقه، خلاص يبقى انا هناخده في الطاسه. قبل ما احط الخضار هشوحه تشويحتين خفيفه كده على النار، هديله وش من اليمادي ووش من اليمادي، وهشيله. هحط له ايه يبقى؟ احنا هاخده بسمنه بلدي، ملح وفلفل. هديله بس من اليمه دي دقيقتين، وهشوحه من اليمه التانية دقيقتين، واشيله واحط الخضار في نفس الطاسه. خلاص تمام. انا كمني انا عندي اللحمه قطع، فانا لازم ادخلها في السوا عشان هي هتغيب في السوا، مش هتاخد من سوا الطاجن معايا في الفرن. بس حطيت الورق الفويل، ورقه بالطول وورقه بالعرض، وحطيت ورقه زبده، ورقه بالطول وورقه بالعرض، عشان يقفلوا على الخضار كويس من الاربع اتجاهات. يبقى الورقتين زبده فويل كبار حطيتهم الاول، وبعدين حطيت ورقتين زبده، واحده بالطول وواحده بالعرض. تمام. هقفل بقى. نزلت بنص كميه الخضار، هحط اللحمه كلها في النص. كانت ابتدت تستوي معايا ودخلت في السوا. هحط بقى كمية اللحمة بتاعتي في الوقت ده بقى. لو اللحمة بتاعتك اللي هي العرق الفليتو المتقطعة قطع صغيرة، حطيها برضو في النص، وتبقى احلى ودايبة كده وشاربة من الخضار. وانزلي بكمية الخضار تاني عليها كلها.
غطي بقى اللحمه خالص بالخضار. في نفس الطاسه هشوح بقى القطعتين البانيه للي ما بيحبش اللحمه. في نفس الطاسه نزلت ده بانيه كنت متبلاه وحطاه في الفريزر عشان بنتي، يعني بنت اختي، ما بتحبش اللحمه خالص، وهي عندي دلوقتي فانا لازم اعمل لها اللي هي بتحبه. فهي ما بتاكلش غير فراخ، فانا دايما بسيب لها كده قطع فراخ او بانيه في التلاجة، اطلعه لها وقت ما هنكون هنعمل لحم. اديتها وش بس كده في نفس بقى خدت من الطعم الخضار والتتبيله اللي احنا عاملينها في نفس الطاسه دي، وهديها بس وشين كده واحطهم لها على وش ورقه اللحم. كانوا دايبين وطعمهم تحفه جدا. بس كده هاخدهم بقى احطهم على الوش وهقفل ورقه اللحمه كويس جدا. هقولك ازاي تقفليها. يبقى احنا حطينا ورقتين فويل، واحده بالطول واحده بالعرض، ورقتين زبده، واحده بالطول واحده بالعرض، عشان لما اقفل يتقفلوا على بعض كويس. هنبتدي بقى نقفل اهوت. هقفل بقى بالدور كده، الورقه اللي عليها الدور هي اللي هقفلها كويس. بس كده هقفل. ومن الجناب دخلي بقى يمين وشمال كده، دخلي وقفلي عليها كويس وكمريها كويس عشان تدخن كده وتبقى مستويه عامله زي الزبده. حطي ممكن تحطي نص كوبايه ميه مش اكتر من كده، او شوربه لو عندك نص كوبايه شوربه او ميه مش اكتر من كده. غطي بقى واقفلي كويس جدا، قفلي عليه كويس قوي وحشري كده. في الوقت ده انا محميه الفرن على اعلى درجه حراره. بس كده هندخلها بقى الفرن، وعلى اعلى درجه حراره. هتقعد قد ايه؟ من ساعه الا ربع لساعه، ما تقعدهاش اكتر من كده. من ساعه الا ربع لساعه. هي كده اخدت معايا بالظبط ساعه. تمام. افتحي بقى كده، شوفي بقى ورقه اللحمه وجمالها وحلاوتها. كانت اللحمه دايبه، الخضار زبده، كان طعمها خرافه. نفس الطعم بتاع المطاعم بالظبط، واحلى كمان وانضف. يعني هتدوقي نفس طعم المطاعم وانضف واحلى. كان طعمها خرافه. جربيها بطريقتي، ما تحطيش اكتر من التوابل اللي انا قلت لك عليها، وجربيها هتطلع معاكي تحفه جدا. شايفين اللحمه دايبه دايبه عشان انا سويتها نص سوا او 3/4 سوا قبل ما احطها في الطاجن. الجزر كل حاجه مستويه ودايبه وفي نفس الوقت متماسكه. الفراخ حتى هوريكي دايبه ازاي، وشاربه طبعا من الخضار ومن الصوص ده. كان طعمهم خرافه. مش عارفه، مش راضيه تيجي في الشوكه، دايبه. كانت حلوة جدا برضو. خلاص يلا بقى نعمل العاشورة. ده كان عندي لبن في الفريزر طلعته، دول كان 3 كيلو لبن. العاشورة انا سويتها بصراحة قبلها بيوم، بس ما صورتهاش معاكم. نقعت العاشورة 12 ساعة، غسلتها كويس ونقعتها 12 ساعة، غيرت لها المية وحطيت لها مية غزيرة كتيرة جدا، وعلقت عليها. اول ما غليت هديت عليها النار وسبتها تستوي. بتقعد تقريبا ساعة، ساعة وربع، بس كل شوية بصي عليها، لو المية نقصت زوديها. يبقى كل اللي عملناه نقعناها 12 ساعة، وبعدها رحت واخداها حطها على النار في ميه غزيره وسبتها. اول ما غليت هديت عليها النار وسبتها تستوي. قلبيها من كل شويه وبصي عليها، ممكن تحتاج ميه منك لحد ما تدوقيها تلاقيها استوت تماما. انا كنت بسخنها، انا كنت سويتها وحطيتها في التلاجة لتاني يوم اعملها. تمام. فانا كنت بسخنها علشان اعملها بقى معاكم العاشوره. طريقتها سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص. نقعيها 12 ساعة وسويها في ساعة، ساعة وربع في مية غزيرة، وكل شوية قلبيها وزودي لها المية. تعالي نعمل بقى عقبال ما اللبن يغلي والعاشوره تسخن. تعالي نعمل الربطه او الماده اللي هنربط بيها العاشوره. انا بعمل ميكس ما بين النشا وما بين الدقيق. ليه؟ لان النشا لوحده لما بتعملي بيه رز بلبن مهلبيه او عاشوره، لما بتدخليها التلاجة تلاقيها تاني يوم شققت. لكن الدقيق بيخليها قوامها كريمي، ومهما قعدت في التلاجة ما بتبص منك ولا تشقق. فانا بعمل ميكس ما بين الدقيق وما بين النشا. تمام. انا عامله قد ايه؟ هقول لك لمعيار الكيلو، وانت اعملي زي ما انت عاوزه. الكيلو بياخد تقريبا معلقه ونص كبيره مليانه على شكل هرمي من الدقيق، ومعلقه ونص مليانه على شكل هرمي من النشا على كوبايه لبن. انا عامله كميه كبيره، فعشان كده انا حاطه كميه كبيره من النشا وما من الدقيق. فانت الكيلو الواحد الدقيق بياخد كوبايه، معلقه ونص ومعلقه ونص، معلقه ونص نشا ومعلقه ونص دقيق، بس معلقه ونص مليانين على شكل هرمي. خلاص تمام. قلبيهم بقى، حطيت عليهم شويه لبن، حابه تدوبيهم في ميه براحتك، قلبيهم ودوبيهم كويس جدا جدا. والدقيق بيبقى شويه مكلكع، لازم نصفيه بمصفى قبل ما نحطه على العاشوره.
يبقى الخليط ده لازم نصفيه، لانه النشا بيدوب وسهل الذوبان، لكن الدقيق بيكلكع مهما تقلبي فيه بيبقى شويه كلاكيع، فاحنا لازم نصفيه قبل ما نحطه على العاشوره بمصفى صغير. خلاص كان خلاص اللبن غلي معايا، فنزلت بيه على طول بالعاشوره. انا هحط كميه العاشوره، ده كان نص كيلو كله وانا هعمله كله تمام. هحطه بقى على كميه اللبن، دول تقريبا 3 كيلو لبن، نزلت عليهم بنص كيلو من العاشوره، وزودت كيلو لبن كمان لان احنا بنحبها شويه العاشوره مش كتير، يعني اللبن يبقى اكتر. هنزل بقى، نزلت بالكميه كلها وهقلب. خلاص قلبي كده حلوه قوي، كميه اللبن حلوه مع كميه العاشوره، انا كده زودت لتر لبن كمان. خلاص هنزل بقى ايه ببقيه الحاجه، هحط سكر، والسكر ده حسب الرغبه، السكر حسب الرغبه. الكيلو اللبن بياخد نص كوبايه سكر، ممكن انت تحبي كوبايه الا ربع، ممكن تحطي ربع كوبايه. السكر ده براحتك وحسب الرغبه، انت حطي السكر ودوقي لحد ما توصلي للحدقه او السكر اللي انت عايزاه، الطعم اللي انت عايزاه. خلاص احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي، فانا بحط كميه السكر اللي تناسبنا احنا، واحنا عشان احنا ما بنجزع من الحاجات المسكره. بس حطيت بقى كميه السكر المناسبه لينا، وانت كل واحد يحط السكر المناسب ليه. تمام هقلب بقى. انا بقيه الاضافات كلها مش هحطها غير في الاخر علشان تفضل محتفظه بطعمها وقوامها الكريمي. خلاص انا خلاص كنت خلاص قربت احط النشا، هنزل بمعلقتين قشطه كبار من على وش اللبن. طب انا ما عنديش قشطه، ممكن تحطي لبن بودره تدوبيهم في شويه ميه سخنين وتحطيهم. ما عندكيش لبن بودره، ممكن كريم شانتيه، كيس كريم شانتيه من اللي هو بتاع دريم ده جاهز. ما عندكيش كريم شانتيه، ممكن تحطي كريمه لو متاح عندك كريمه. يبقى قشطه، لبن بودره، كريم شانتيه، كريمه، الحاجات دي بتعزز الطعم وبتدي طعم حلو جدا جدا في المهلبيه. هحط ايه تاني؟ هنزل كمان نص معلقه فانيليا. حطيت النشا وقلبت يعني النشا بتقليب المستمر، يعني انت بتحطي النشا بايد وتقلبي بالايد التانية واوعي توقفي. هنوصلها للقوام ده تغلي، اول ما تعمل فقاقيع من على الوش ان هي غليت. البليله فيها ماده زي الجيلي كده بتخليها جيلاتينيه شويه كده وبتتقل معاكي، فما انت ما تخليهاش تقيله قوي، سيبيها خفيفه معاكي شويه، ما تخليهاش جبس معاكي وتقيله وانت بتغرفيها. هوريكي القوام بعد ما دخلت التلاجة تاني يوم كانت عامله ازاي. خلاص يبقى مش هنخليها تقيله قوي كده، قوامها حلو قوي وزي الفل. هنغرفها بقى في الاطباق، هنسيبها تهدى معايا شويه لحد ما تبرد تماما، وبعدين هدخلها التلاجة. اوعي في الحر ده تسيبيها بره التلاجة فتره طويله، اول ما تهدى رصيها ودخليها في التلاجة على طول، وكليها بقى ساقعه كده بتبقى احلى حاجه في الدنيا. هوريكي بعد ما طلعت، ده احنا سيبناها ده لتاني يوم، احنا يوم ورقه اللحمه ما قدرناش ناكل منها بصراحه، ده تاني يوم طلعناها. شوفي عامله ازاي وشها مكشكش ازاي، كانت كريميه جدا، ومهما تقعد معاكي في التلاجة وشها مش هيشقق. اهم حاجة غطيها في التلاجة، كيس لبن كده افتحيه وغطيها بيها، او كيس سفرة غطيها بيها، غطيها بصينية، المهم يفضل وشها متغطي في التلاجة. انا بصراحة كانت القرفة خلصت عندي وكمان ما عنديش مكسرات، فانا استكفيت بالزبيب. وكلي بقى احلى عاشورة هتاكليها، كريمية طريه جدا. هوريكي ازاي، يعني لما بتحركي المعلقه كده بتبقى عامله زي الجيلي كده، تعرفي ان القوام بتاعك مظبوط. بصي هتهزيها كده المعلقه هتلاقيها بتتهز زي الجيلي كده، القوام بتاعك مظبوط جدا. ما تزوديش النشا، ما تزوديش الدقيق، قولي بالمعيار اللي انا عاملاه لك بالظبط، جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.